عليكم. وعليكم السلام. شكر في البيت. الحمد لله ولله الشكر. نورة من وليد بيتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك إن شاء الله. السلام عليكم سيد الشيخ. شرح النبي. الحمد لله بخير ما شاء الله. الحمد لله. أستاذ عندي حكاية طويلة يعني عندي نص بعد فرعتكم الله. يهودي يصلي على الحائط، يتصرف هذا التصرف لا إرادي، يتكلف زوجي من الدار، يتكلف ولادي، يتكلف الدار الكل. يعني راني في حالة حرجة، انقلبت حياتي، انقلبت رأسا على عقب. يتكلف ولادي نقول لهم الدار داري والمرأة نتاعي والطفل نتاعي وحدي نفسه ليا. هذه الحكاية شحال عندها سيدة؟ شوف ولدي عنده 14 سنة وهو مريض ونظن ندير فيه الطبيب. هربت الراقي للدار، انقلبت علي بالحالة، ولات مني لي انايا. درك ولات الحالة نتاعي شنو نقول لك، زادت ولات لاولادي واحد عنده ماستر ما حبش يخدم، واحد كان يخدم قاعد يجي في الدار، ودرك يعني حياتي كلها دمرت. لا بأس واضح. نكتفي تقول السيدة المخرجة. السيدة نورا تقول عندها مس يهودي. هذه أمور لا نستطيع الجزم بها. ربما الراقي هو الذي قال لها هذا الكلام، وقد لا يكون هذا الكلام صحيح أصلا، لأن كثير من حالات المس أحيانا ليس هناك تلبس أصلا، هو مجرد العقل الباطني مخزنة فيه أشياء يصير يتكلم بها الإنسان ويصير الإنسان يهدي ويتكلم. حتى حركة الصلاة على الحائط. نعم. حتى حركة الصلاة على الحائط. لا هو أحيانا كما قلت لك أحيانا بعض الأمور لا إرادية. العقل برمجها. العقل هو برمجها بنفسه. قرأ قصصا أو سمع حكايات فبرمجها هو، توهمها في نفسه فصارت حقيقة. لهذا نحن نقول لها اتركي كل هذا الأفكار، واتركي هذه الأوهام والوساوس، أنت توكلي على الله عز وجل. أكثري من ذكر الله عز وجل، أكثري من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثري من قراءة القرآن، حرصي على سورة البقرة. حاولي أن تقرأي سورة البقرة كل يوم. وإذا لا تستطيع تقرأيها وحدك حاولوا أنكم تقرؤونها جماعة، يعني بمعنى أن تقسموها أحزابا أو صفحات، كل واحد من أفراد الأسرة يتكفل بجزء منها، أو تأتون بمن يقرأها لكم في البيت. إذا كان يصعب هذا فالحمد لله البقرة مسجلة الآن في الهواتف وفي الإنترنت، اجعليها في البيت سيزول عنكم هذا. لا تستطيعها البطلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطيقها البطلة. لهذا استعيني بالله عز وجل، وهذه الأوهام كلها اتركيها جانبا. واكثري من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، كثرة الاستغفار، الدعاء، القيام الليل، الدعاء والصدقات، هذه كلها أعمال تدفع البلاء. وهذه يعني أعمال إن شاء الله إذا حرص عليها المسلم فإنها تطرد الشيطان عنه. نعم. وهو كذلك. بارك الله فيك شيخ، شكرا جزيلا لك.